السلام عليكم. الفيديو ده هيبقى فيه كل حاجه انت محتاج تعرفها لو انت مهاجر جديد جاي على كندا. هتأجر بيت فين؟ هتأجره ازاي؟ تاخد بيت في انهي مدينه عشان يبقى السعر مناسب، ولا تاخد جنب الشغل؟ تشتغل ازاي وتدور على شغل ازاي، وتطلع حساب في انهي بنك، تطلع رخصه ازاي؟ كلام من ده كله اللي الناس محتاجه تعرفه. كل حاجه اقولها لك بالتفاصيل، فكمل بقى معايا للاخر عشان اخدكم كل خطوه واحده واحده. يلا بينا. لو انت اول مره تشوفني فخليني اقول لك سريعا كده انا مين. انا اسمي محمود البغدادي، مهاجر مصري موجود في كندا بقالي حوالي سنتين ونص. من ساعه ما جيت وانا زي اي حد كنت بحاول ان انا فيجر اوت الحياه واشوف ازاي ان انا اقدر انجح في بلد غريبه وبلد جديده. عملت تشانل على يوتيوب، عملت اكونت على انستجرام، تيك توك، فيسبوك، عندي فوق ال 350 او اقرب على 400 الف فولور. فالحمد لله بعمل كل ده عشان اقدر اساعد الناس اللي زي كانت جايه جديده بتحاول ان هي تعمل حاجه، بتحاول ان هي تنجح في حياتها في بلد جديده. فيلا بينا اكمل لكم بقى خطوه بخطوه. خلينا نبدا الاول من الحته بتاعت انت جاي معاك كام والفلوس دي هتكفيك مده قد ايه. في ناس كتير بيبقى جاي معاه فلوس زياده، معاه فلوس اقل، كلام من ده. فاحنا هنتكلم على الافريج، او مش على الافريج، على المينيمم اللي هو اصلا اداره الهجره او وزاره الهجره بتحتاج ان انت يبقى جاي معاك المبلغ ده اللي هو اسمه البروف اوف فند، اللي هو الضمان المالي او الحساب اللي انت بتبقى حاطط فيه مبلغ معين عشان يقبلوا ان هم شايفين ان انت عندك الفلوس اللي تكفيك اول فتره. طيب الفلوس دي بتبقى كام؟ ده الجدول بيبقى فيه كل التفاصيل، لو انت شخص لوحده، لو انتوا شخصين، لو انتوا 3 4 وهكذا. فخلينا النهارده هنتكلم على كل حاجه ليها علاقه بواحد ومراته معاهم طفل واحد، اللي هو ثالث حاجه في الجدول ده، اللي هو تقريبا ان يبقى معاه 23360 اهو. ده الرقم 23000 وكسور، ده اللي هيبقى معاك. وهنتكلم بقى هيكفوك ازاي في اول فتره، وايه الخطوات اللي انت هتعملها واحده واحده. مبدئيا كده، ايه الاوراق المهمه اللي تجيبها اصلا معاك وانت جاي من بلدك، سواء انت جاي من مصر من اي دوله عربيه؟ ايه الاوراق اللي تجيبها عشان تفيدك هنا اول فتره؟ اول حاجه حته الرخصه، دي ناس كتير بتتكلم فيها. للاسف في اخبار مش حلوه ان هو في اونتاريو غيروا مثلا القوانين. كان الاول لو انت عندك اكتر من 3 سنين خبره في السواقه يعني جوه بلدك الام، معلش بس انتوا شايفين في الطبيعه فطبيعي ان تسمعوا اصوات كده. المهم لو انت عندك اكتر من 3 سنين كان ده ممكن يساعدك ان انت تدخل على حاجه اسمها فول جي على طول، تاخد بس امتحان نظري اللي هو اسمه جي 1، بعديها بيأهلك على ان تدخل فول جي. انا كده بتكلم على اونتاريو. طيب دلوقتي ايه القوانين اللي اتغيرت؟ ان انت لازم تيجي تعمل امتحان نظري ده من غير اي انتظار ولا حاجه. انت بس بتحجز الميعاد، تشوف انه ميعاد مناسب تحجزه، بتروح لهم، بيبقى معاك شهاده بيانات من بلدك الام ورخصه. الحاجات دي ما تترجمهاش في بلدك، لازم تترجمها عند مترجم معتمد جوه كندا. هتيجي تترجمها، تخلص، تروح تحجز الميعاد، تدخل، هيقول لك خلاص يلا ادخل على الموضوع على الجي 1. ده ابلكيشن انا كنت بجهز عليه، ابلكيشن حلو جدا صراحه، بيساعدك ان انت تشوف الاسئله بتاعت الامتحان. لان امتحان الجي 1 هو نظري بس هو 30 سؤال، المفروض ان انت تقريبا تعدي حوالي 20 او 25 سؤال تعملهم صح. في ناس بتقع فيه، فسهل ان انت تعيده على طول، ما فيهاش مشكله، ولكن تكلفه فلوس. فذاكر كويس، اعمل براكتس للموضوع ده، خلص هتخش جي 1 تخلصه. هيبقى انت قدامك دلوقتي الاوبشن بقى التاني ان انت تدخل على الجي 2 مش على الفول جي. جي 2 ده طيب ايه فرقه عن الفول جي؟ جي 2 للاسف في ريستريكشنز معينه، فده بيأثر على التأمين بتاعك. هم شايفين ان انت لسه معكش رخصه كامله، فالجي 2 هم هنا بيطلعوه، وبعد كده بتستنى سنه لغايه ما تطلع الفول جي. دي نقطه الرخصه. حاجه تانية مهمه كمان، الحساب البنكي. هتفتح حساب في انهو بنك، تطلع انهو كريدت كارد. في ناس تقول لك لا انا ما بحبش الكريدت كارد. هو هنا لو انت مستقبلا حابب ان انت مثلا تشتري بيت، تكبر في الكوميونتي او تكبر في البلد، تعمل بزنس، حاجات من دي، فانت at certain point هتحتاج ان انت تتعامل مع البنوك. فان انت يبقى عندك كريدت سكور ده مهم جدا ان انت تبدا تبنيه من اول يوم، لان هو بياخد وقت. فان انت تطلع كريدت كارد ده بيساعد بنسبه كبيره ان انت تبدا تبني في الكريدت سكور بتاعك. هتطلع كريدت كارد فين؟ في بنوك كتير بتبقى عاملين عروض اصلا للنيو كومرز، فيقول لك مثلا هدي لك $2000 مثلا في الكريدت كارد ده من اول يوم. انت حتى لو انا ما اعرفكش هدي لك $2000 الليميت بتاعك. هيفيدك في ايه الليميت لما كل ما يكون عالي؟ لان انت عندك حاجه اسمها كريدت يوتيلايزيشن، ان انت ما بتستخدمش اكتر من 30%، بحيث ده ما ياثرش على الكريدت سكور. فلو هو $2000 ده معناه ان انت ما تعديش 30% من الاستهلاك اللي هو $600 وترجع تحطهم تاني وهكذا. فكل ما تاخد كريدت كارد بليميت اعلى ده معناه ان البنك واثق فيك، فده بيعلي الكريدت سكور. والحاجه الثانيه ان الكريدت يوتيلايزيشن بتاعك او 30% برضه بيزيد. هم هنا في 5 بنوك كبيره اللي هم ار بي سي، تي دي، في اي بي سي، بي ام او، وسكوشا بانك. دول اكبر 5 بنوك جوه البلد. انت شيك على كل واحد، في ناس كتير بتبقى عاملين دايما عروض وكل حاجه بتبقى موجوده اونلاين. فانت بس بتحتاج ان انت اول ما تيجي البلد يبقى عندك عنوان، تروح على البنك تحجز يعني حتى بالتليفون او اونلاين، تروح يظبطوا كل حاجه وانت قاعد ويفتحوا لك الحساب ويدوا لك كريدت كارد كمان. في الاغلب هتجي لك على البيت بعد مثلا اسبوع او اسبوعين، تحط فيها كمان الفلوس اللي انت جاي بيها، بحيث يبقى كده خلاص امنت كل حاجه. طب احنا دخلنا بسرعه في حته الحساب البنكي، الرخصه، بس هنعيش فين؟ الشقه اللي انا اجرها، جاي انا ومراتي وعيالي هنقعد في الشارع يعني. خليني اقول لك بس الرايين اللي موجودين في حته ايجار الشقه في انه مكان، وبعد كده اقول لك رايي الشخصي.
اول حاجه ايجار الشقه، في ناس بتتكلم اللي هو ابعد عن الجي تي اي، تورونتو، توبيكو، ميساجا، اوكفيل، بيرلينغتون، ميلتون في النورث شويه، دي الحته اللي بتاعت الجي تي اي، دي اللي متجمع فيها اكبر جاليه عربيه. احنا بنتكلم على كده مقاطعه اونتاريو، فدي متجمع فيها اكبر جاليه عربيه. ففي ناس بتقول لك ابعد عن الجي تي اي لان الاسعار فيها غاليه جدا ومبالغ فيها صراحه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان في ناس تقول لك لا، قرب من الجي تي اي، يبقى حواليك جاليه عربيه، ناس تعرفها، مجتمع لعيالك، الناس قريبه منك، لو محتاج مساعده هتلاقي الناس بتساعدك، كلام من ده. فخليك جنب ناس انت تعرفها ونفس الثقافه وكلام من ده، حتى لو في عرب وحتى لو في وايت، بس في الاخر هم متقبلين العرب وما فيهمش مثلا عنصريه كتير. ده الرايين. انا رايي ايه؟ انا رايي شوف شغلك فين وروح اسكن جنبه. فانت مثلا لو واحد تكنولوجي مثلا شغال في التكنولوجي، فانت عامل حسابك هم التو هابس الموجودين مثلا في اونتاريو، عندك تورونتو وعندك الحته بتاعت ووترلو، الجنب جامعه ووترلو، وهناك بقى في جوجل وفي مايكروسوفت وفي ديلايت وفي الشركات الكبيره فاتحين هناك كتير. ولكن تورونتو ما زال هي الهب بتاعت الفينتك، بتاعت البنوك الكبيره، الفايف بيج بانكس فاتحين هناك. فانت لازم تبقى بتشوف انت اصلا الفيلد بتاعك الزحمه فيه فين وروح اقعد جنبه. ده رايي صراحه، روح شوف شغلك فين واسكن بعد كده جنبه. لكن ما اروحش انا اسكن بعيد وانا مش لاقي شغل في الحته دي، فابقى انا بحرق من السيفنج وبعد كده ارجع اقول لا خلاص اروح اقرب وتبقى الفلوس خلص. فده كده في اختيار المكان. اختيار المكان متوقف صراحه على الشغل. فانت شوف شغلك فين، انت في تكنولوجي، انت صيدلي، انت دكتور، كلام من ده. شوف شغلك فين، شوف الشركات اللي بتعين في الوظيفه بتاعتك، شوف الناس اللي ممكن تساعدك او تعمل لك ريفيرال فين، اعمل بحث كويس قبل ما تيجي. شوف انت الشركات اللي انت بتستهدفها او اللي ممكن يبقى فيه بوتنشال ان هم يعينوك، او تعرف ناس هناك ممكن يساعدوك. فده المكان اللي المفروض ان انت تروح تقعد جنبه. لو انت ما تعرفش حد غير في نوفا سكوشا او حد يساعدك في نوفا سكوشا حتى لو هي في اخر بلاد المسلمين او الغير مسلمين، فروح هناك. هو في الاخر مفيش مكان احسن من التاني. المكان الحلو ده اللي انت هتعرف تلاقي فيه لقمه عيش زي ما بيقولوا من الاخر. طيب اجر شقه ازاي وامتى؟ في رايين في الموضوع ده صراحه. انا هقول لك برضه رايي الشخصي. الرايين اللي هو تعالى على اير بي ام بي، اجر مثلا اسبوع، اسبوعين، شهر. تعالى عندك جيت لاج، جاي من مكان بعيد، فشويه تعب، معاك عيالك، معاك شنط، كلام من ده. اقعد في اير بي ام بي اسبوعين، شهر، ادفع فلوسه كاش مره واحده. وبعد كده وانت هنا هتستقر، هتبدا تشوف الحي ده حلو، ده جنبه مدرسه مثلا لو انا عيالي في سن مدرسه، ده جنبه كذا، ده هيبقى قريب مثلا من المترو، ده هيبقى قريب من الترين لو انا بروح داون تاون، كلام من ده. هتعرف تشوف بشكل مختلف وانت موجود على ارض الواقع. حتى لو عايز تدور على شقه هتشوفها على ارض الواقع. الجزء الثاني يقول لك لا، شوف اصلا على موقع من المواقع بتاعت الايجارات. عندنا realtor.ca، عندنا هاوس سيجما، دول اكبر موقعين. فيه زيهم كمان في حاجه اسمها زالو، حط لكم المواقع برضه. فدي اكتر مواقع بتشوف عليها الشقق المتاحه للايجار وتشوف الاسعار. الرينج دايما بيبقى كام؟ لو احنا بنتكلم في حته الجي تي اي فاحنا بنتكلم من 2100 لو شقه مثلا 1 بيدروم، لغايه بقى واحنا طالعين لغايه 2800 3000 لو احنا بنتكلم حاجه 2 بيدرومز او 3 بيدرومز وحمامين وكلام من ده. فانت اختار بحكمه انت بتأجر فين. ولو انت جاي جديد فالاحسن ان انا ارشح لك ان انت تختار في بيلدينج، يعني كوندومينيوم بيلدينج، يبقى في شقه في عماره احسن مثلا ما تاخد حاجه في تاون هوم مثلا او كده. فده هيحتاج منك ان انت بقى تشيل تلج، تطلع الزباله في يوم معين، كلام من ده. وانت جاي جديد الموضوع شويه هيبقى تشالنجينج. الا لو انت جاي عيله كبيره 4 افراد او 5 افراد، فانت هتحتاج ساعتها بيت يبقى فيه مثلا 3 اوض 4 اوض. فعادي ان انت تأجر بيت كبير حتى لو هتطلع فوق ال 3000 شويه، بس هتبقى خلاص ده اللي عيلتك محتاجاه، فانت مضطر ان انت تعمل حاجه زي دي. رايي الشخصي ايه في الموضوع ده؟ انا رايي لو انت قدرت ان انت تأجر بيت من قبل ما تيجي ده هيبقى احسن بكتير. اول حاجه هتبقى بتوفر شويه، بس ده محتاج ان انت يبقى في حد هنا جوه كندا هو عينك بيشوف الحاجه مكانك او قبل ما انت تيجي. طيب الراجل ده بيبقى اسمه ايه؟ اسمه ريلتور، او اللي هو السمسار، يعني اللي بيساعدك ان انت تأجر الشقه. هو مش بياخد منك اي فلوس، هو بياخد من المؤجر او اللاندلورد. فانت بتشوف الشقه، بتدور على حد الاول، لو تعرف حد من الجاليه اللي حواليك تمام، لو شفت حد على الانترنت حتى عادي. هو بيبقى كده كده عنده اصلا ريجوليشنز معينه ما يقدرش يتعامل براها. في ناس بتبقى مش كويسه، في ناس تقول لك ابعد عن العرب، في ناس تقول لك لا انا بثق اكتر في عرب. فانت شوف الشخص اللي هتبقى واثق فيه واساله اسئله معينه بحيث تشوف هل فعلا الشخص ده بيساعدك ولا بس عايز ياجر لك اي حاجه عشان ياخد السمسره او العموله بتاعته من المؤجر مثلا. فانت تاكد من الكلام ده، تشوف الشقه اللي انت عاوزها، تشوف لو في حد تعرفه اساله على الاماكن وكلام من ده، وابعتها قول له مثلا انا عاوز حاجه مثلا اوضتين، فهو هيبعت لك حاجات كتير. نقي الحاجه الكويسه. لو عرفت تتفاصل شويه، القانون هنا في اونتاريو مثلا بيقول لك ان انت تدفع شهرين مقدم، اللي هو اول شهر واخر شهر. فانت لو الشقه مثلا ايجارها 2500 فانت بتدفع 5000. وفي الاغلب ده في الاول قبل ما تيجي يعني، وفي الاغلب بيحتاج منك كمان حوالي 150 ل 250 اللي هم التامين بتوع المفاتيح، مفاتيح الشقه، بيديك مفتاحين للشقه مثلا، مفتاحين للجراج، مفتاحين للبوسطه، كلام من ده. فده برضه بتدفعه في الاول. تدفع الفلوس دي، الفلوس دي بتدخل في حساب امان كده في النص لغايه ما انت تيجي تستلم الشقه، امورك تمام، استلمت الشقه،
من تاني شهر بتبدا تدفع ايجار، لان احنا زي ما اتفقنا اول شهر واخر شهر، فانت من تاني شهر بتدفع ايجار. المفروض ان الموضوع بيبقى سموث، ما فيهوش مشاكل. هم شويه بس بيقلقوا لو حد جاي نيو كومر. في ناس ما بتحبش تأجر النيو كومرز، لانه بيقول لك مثلا ده شخص مثلا لسه انا مش عارف هو وضعه جوه البلد عامل ازاي، ده لسه ما بناش كريدت سكور، ده لسه معهوش فلوس كتير، طب الفلوس هتكفيه ولا لا؟ فانت لو انت معاك البروف اوف فاند ده وجيت هنا او حطيته في بنك هنا، ففي الاغلب بتوري له الكشف الحساب. لو انت بره بس انت معاك فلوس اكتر، فبتوري له كشف حساب كبير تفهمه ان انا شخص عندي ضمان مالي ان انا اقدر ان انا ادفع الايجار. مفيش حد مش هاجي شهر مثلا اقول لك انا معيش فلوس او اتاخر شويه كلام من ده. ولو انت ربنا كرمك وكان حظك حلو ان انت لقيت شغل من قبل ما تيجي، لو انت معاك عقد عمل هنا، ده في حد ذاته خلاص وفر عليك مشوار كبير، ان انت مجرد ما توري اللاندلورد ان انت واحد من قبل ما تيجي اصلا وانت عندك عقد عمل وعندك تاريخ بدايه للعمل وكلام من ده، فده بيوفر كتير. ومش هيحتاج ان هو يقول لك لا انا محتاج مثلا شهور زياده ان ادفانس عشان اطمن ان انت ما تجيش يوم تقول لي انا مش هدفع وكلام من ده. دي الحاجات اللي تضمن بيها ان انت يتوافق عليك وانت بتقدم الابلكيشن اللي هو اسمه تننت ابلكيشن. اللي انت بتقدم ابلكيشن ده بيقول له التفاصيل بتاعتك، وهو اللاند لورد او المؤجر ده من حقه ان هو يقبلك او يرفضك حتى لو انت هتدفع الفلوس. ده بيحصل هنا فعلا. فدي الحاجات اللي محتاج تخلي بالك منها. وكده انت بقى عندك فكره نوعا ما. لو انت ايجارك في الرينج بتاع 2000 ونص وانت جاي معاك 23000، فانت كده عارف الفلوس اللي معاك دي تكفيك ايجار قد ايه. طب الايجار ده هو المصاريف الوحيده؟ لا، احنا بنتكلم بقى في كذا حاجه تانية. بنتكلم عندك الايجار، عندك اليوتيليتيز اللي هي الكهرباء، الميه، الانترنت، الكلام من ده. في مباني كتير جديده، فانت اسال برضه في مباني جديده بيبقى فيها الانترنت انكلودد، في حاجات بيبقى فيها الهيت انكلودد. الهيت ده اللي هو التكييف، هيت وكولينج، الاثنين دول ساعات بيبقوا انكلودد في بعض البيلدينجز يعني او بعض المباني. طيب هل تسعى ان انت تاخد حاجه زي دي؟ مليون في الميه وارشحها بقوه. ليه؟ لان دي اغلى حاجه بتيجي في الفاتوره. اغلى حاجه مش الكهرباء ومش الميه، الهيتنج والكولينج. لان انت نسبيا طول الشتاء انت مشغل دفايه، طول الصيف انت مشغل التكييف، فانت هتتشوه يعني من الاخر. لو انت مش عامل حاجه زي دي او انت في بيلدينج بتدفع انت الحاجه من جيبك، انت ممكن الفاتوره تطلع ل $250 $300 ايزي، حتى لو شقه اوضه ولا اوضتين. فتخلوا بالكم الموضوع ده جدا. مصاريف اكل وشرب عامله ازاي؟ دي صراحه انا مش بشوفها بتختلف من لو انت في مدينه صغيره مدينه كبيره. في الاغلب كلهم زي بعض، لان الجروسري ستورز هم لو انت هنا مثلا في اوكفيل مثلا في وول مارت، في كوسكو مثلا، سوبر ستورز، دي الحاجات اللي متوفره او متعارف عليها، دي اللي موجوده في كل مدينه في كل انحاء كندا. دي اسعارهم واحده. لو انت جيت هنا مثلا في اونتاريو ده سعرها، طلعت مثلا في مدينه تانية مقاطعه تانية برضه ده سعرها مش هيتغير. اللي هيتغير بس الفرق الوحيد ان هو الفات او اللي هي ضريبه القيمه المضافه. انت في اونتاريو بتدفع 13%، في بعض المقاطعات بيبقى 5% او بيبقى صفر اصلا. فده الحاجه الوحيده اللي بتختلف. اكل وشرب يكفيك قد ايه تقريبا؟ احنا بنتكلم تقريبا متوسط كيلو اللحمه حوالي $30، متوسط صدور الفراخ مثلا حوالي $15 ل $20، يعني تقريبا 15 $16. السعمل مثلا حوالي برضو $30. فانت كده بتبقى عارف مثلا انا بجيب في بيتي الاكل عامل ازاي. كرتونه البيض مثلا بحوالي $10 اللي فيها 30 بيضه. فانت تقدر تفهم كده انا بحتاج ايه في البيت. مثلا هحتاج 30 $40 في اليوم. فاحنا بنتكلم لو العيله في 3 افراد او 4 افراد، بنتكلم تقريبا اكل وشرب. اكل وشرب كويس كل يوم احنا بنتكلم في حوالي $1000. ده كده اكل وشرب كويس كل يوم، بتاكل بروتين، فطار غدا عشاء، امورك تمام. في ناس ممكن يبقى استهلاكها مختلف، وعلى اساسها انت تقدر تحدد ايه اللي هيبقى مناسب ليك وايه اللي هتبدا تصرفه طول الفتره دي لغايه ما ربنا يكرمك وتلاقي شغل. اخر نقطه بقى خليني اقولها سريعا عشان احس ان انا طولت عليكم. خليني ارابب بسرعه كده ايه اللي احنا قلناه. اتكلمنا في الرخصه، حساب البنك، الايجار، البيت، تاجر فين، تاجر قبل ما تيجي ولا بعد ما تيجي. اخر حاجه بقى الشغل بقى اللي هيدخلك، هيبقى عندك دخل هتجيبه ازاي او هتشتغل فين. الموضوع زي ما قلنا متوقف على المجال بتاعك. في مجالات تحتاج مثلا معادلات وكده، خلينا ناخدها من الحته دي. لو انت محتاج معادله، انا شايف صراحه ومش انا لوحدي، بناء على تجارب ناس كتير وكله بيرشح الموضوع ده، ان انت شوف انت تفضل موجود بره كندا قد ايه وتخلص قد ايه في المعادله. بمعنى لو انت مثلا صيدلي عندك 3 امتحانات، دلوقتي بقوا امتحانين الحمد لله، عندك امتحانين، عندك الام سي كيو والاوسكي، فافضل بره كندا على قد ما تقدر لغايه ما تخلص الام سي كيو. فانت تعالى هنا وانت مثلا قدامك 4 شهور 5 شهور تدخل الاوسكي، تعالى هتقدر ان شاء الله باذن الله لو انت بخلص الام سي كيو تلاقي شغل اسيستنت على طول. مش هيبقى الموضوع بصعوبه. شغلك الاسيستنت هيساعدك كتير ان انت تفهم حاجات كتير وتشوف الكيسز، وبعد كده ربنا يكرمك تدخل الاوسكي تعديه باذن الله من اول مره. ممكن تطلع الرخصه كانترن لو انت في اونتاريو، تطلع رخصتك كانترن تشتغل بيها شويه، هيبقى الساعه بتاعتك بحوالي $30 لغايه ما تخلص الموضوع ده وتاخد رخصتك كامله وكده امورك تمام. بس كل ما جيت هنا بدري كل ما ده معناه ان انت بتصرف فلوس كتيره جدا في قعدتك جوه البلد. فده مختلف برضه عن اللي انت لو قاعد مثلا في الخليج او لو قاعد في مصر، فمصاريفك شويه اقل، الايجار اقل، كلام من ده. فخليك بره لغايه ما تخلص اكبر جزء بحيث ان انت تبقى ضامن لما تيجي تلاقي شغل على طول.
النقطه الثانيه، لو انت مثلا بنتكلم لو حد في التكنولوجي مثلا، انت لو عندك خبره في شركات مالتي ناشونال، الموضوع مش هيبقى صعب خالص ان انت تيجي هنا ربنا يكرمك تلاقي شغل. الصعوبه هتبقى في ان انت تعمل كونكشنز، في ان الناس تبدا تشوفك، الناس تبدا تشوف هل انت عندك القابليه ان انت تشتغل في الورك فلو ده، ولا انت جايب اكسبيرينس مش كومباتبل مع اللي بيعملوه جوه البلد. ممكن تلاقي اصلا البيس هنا ابطا بكتير، لو انت جاي من الخليج او لو جاي من امريكا هتلاقي البيس هنا بطيء شويه، الناس هنا بتفاليو جدا الورك لايف بالانس فمش بيضغطوا عليك، فبالتالي تلاقي البيس اصلا ابطا. ده بيساعدك ان انت تكسيد بسرعه، توريهم انا جاي من خلفيه اصلا سريعه جدا وبشتغل اكتر وبعمل حاجات زياده، فده ربنا يكرمك ممكن يساعدك ان انت تطور وتاخد بروموشنز كمان. ولكن الموضوع هيبقى شويه صعوبه ان انت تعمل كونكشنز، ابلاي على حاجات كتير، تبقى اكتف على لينكد ان يا جماعه مش سحر في ان انت تعمل ابلاي على البوزيشنز المفتوحه، السحر في ان انت تلاقي ريكروترز بيلجأوا لك او بيبعتوا لك. يعني لو انت اكتف على لينكد ان وبتقول انت بتعمل ايه، خصوصا لو انت في الحته بتاعت الفانتك، ده كنز. هتعمل بوست كتير على لينكد ان هتقول انت بتعمل ايه، انت بتتطور ازاي، او انت الحاجات اللي بتقدر تعملها وازاي حليت مشاكل قبل كده. هتلاقي دايركت مانجرز بيبعتوا لك رسائل، هتلاقي ريكروترز بيبعتوا لك ويقولوا لك على بوزيشنز مفتوحه، في منهم حلو وفي منهم وحش. الريكروترز دول زي هنا بيقولوا عليهم كده زي البطيخه، لو ريكروتر قوي الموضوع بيبقى حلو جدا جدا، لان هو بيبقى معاه 3-4 شغلانات، ولو هو شايفك ان انت كانديديت قوي هو اصلا مش هيسيبك غير لما يجيب لك شغل، لان هو اصلا بيطلع له نسبه كبيره لما بيعينك، فهو هتلاقيه بيسعى اكتر منك ان هو يجيب لك الشغلانه بسرعه. لو انت بقى في حاجه تانية زي اسنان او طب او محاماه مثلا، دي الحاجات برضو بتحتاج شويه، بتحتاج معادلات كلام من ده. نفس فكره الصيدله، اسعى ان انت تخلص اكبر جزء من المعادلات اللي مش محتاجه ان انت تبقى موجود جوه كندا وانت بره، خلصها، تيجي هنا على اخر امتحانات، الحاجات اللي فيها عملي، الحاجات اللي محتاج تعمل فيها براكتس بحيث برضه تشوف الناس وتبراكتس على ارض الواقع. هنا شويه البراكتس مختلف لغايه ما ربنا يكرمك. وانس ان انت خلصت المعادله، هنا الجزء الطبي صراحه او المجال الطبي، وانس ان انت خلاص خلصت المعادله، الموضوع ما فيهوش صعوبه كبيره ان انت تلاقي شغل. هو بس التكنولوجي او البانكينج او بانكينج كمان، يعني الدخول مش صعب صراحه، خصوصا في حته التيلر اللي هو ده اسهل حاجه بيدخله. ولكن المجال الطبي عليه ديماند كبير، فوانس ان انت خلصت المعادله انت كده باذن الله تدخل الورك فورس على طول باذن الله. حبايبنا بتوع هندسه انا مش ناسي طبعا، بس شويه الموضوع بيبقى تشالنجينج على حسب التخصص بتاعك ايه. فلو بنتكلم على التليكوميونيكيشن انجينير، دول بيشتغلوا على طول لان شركات الاتصالات هنا كبيره جدا ومش محتاج ان انت تعمل اي معادله او تعمل بي انج يعني او حاجه. الناحيه الثانيه بتاعت ميكانيكا كهرباء، دول شويه لو سعيت ان انت تعمل بي انج، هو اتوقع بتحتاج 4 أو 5 كورسات تعملهم ويبقى عندك اكتر من 4 سنين على ما اتذكر، 4 سنين خبره، بحيث ربنا يكرمك تخلص كورسات تدخل الامتحان عديت البي انج، الموضوع هيبقى اسهل بكتير. بس غير كده الموضوع هيبقى بس متوقف على ان انت تعمل كونكشنز، ناس كتيره تشوفك لغايه ما تبدا ان انت تدخل. حتى ايا كان البوزيشن ايه، صدقني ادخل على اي شركه، ابدا حتى من اي حاجه وهتتطور. سامحوني لو طولت عليكم، ولكن كنت بحاول اجاوب على اكبر كم من الاسئله اللي بتجيلي على الموضوع ده، لان ده بيبقى مخوف ناس كتير عندها تخوفات حاجه اعمل ايه. فيا رب اكون جاوبت على اكبر كم من الاسئله. لو عندكم اي حاجه زياده ممكن تكتبها لي في الكومنتس تحت، او تتابع على الانستجرام، ده اللي دايما بنزل فيه الشورت فيديوز ريلز يعني. بس ربنا يكرمكم ان شاء الله وتكون بدايه لرحله موفقه ان شاء الله. السلام عليكم.